مشاهدينا الاعزاء، بدون شك لحظه تاريخيه في تاريخ كره القدم المصريه. كاميرا القناه الثالثه والمجله الرياضيه من داخل استاد القاهره، ومباراه القرن بين النادي الاهلي وريال مدريد. دعوه مفتوحه مشاهدينا الاعزاء من خلال المجله الرياضيه لنتابع معا هذا العرس الكروي الرياضي العالمي. لو سالوني انت حبيب عيوني، انت وانا مكتوب لنا ايه ايه غير حبنا، انت وانا مكتوب لنا ايه ايه غير حبنا. كام سنة دقت انا مش الشوق اللي انا فيه. وكاسيلاديس وسيلجادو ماكمانمان يشوفوا كرة وخطرة، يخش التاريخ يا راجل. هوبا كابتن مختار ويمكن على شاشة القناة الثالثة واحنا بنقول لحظات يا كابتن مختار ومعانا كابتن حمدي مكرونة، ويمكن دي فعلا مباراة العصر ومباراة التاريخ بالنسبة للنادي الاهلي مع ريال مدريد. احساسك ايه وانت بتكاتشن النهارده مع النادي الاهلي نادي القرن الافريقي ضد نادي القرن الاوروبي ونادي العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا مباراة تاريخية، الاعلام بيتذكرها على مدى سنين طويله جدا، زي الماتشات اللي فاتت. يعني لغايه دلوقتي بنفتكر بنفيكا وبنفتكر جلادباخ. اظن كمان ريال مدريد بقى يعني اعلى من الانديه ديت، لان هو فعلا نادي القرن في اوروبا، وما شاء الله كمان بيضم يمكن اغلى لعيبه العالم. مفيش كلام، مباراه تاريخيه، مباراه يعني مهمه جدا لكل لاعب بيلعبها، مهمه جدا لينا كجهاز فني. يمكن المباراه يعني التوقيت بتاعها جه بدري شويه، احنا كنا نتمنى ان هي تتاخر شويه نكون جهزنا افضل من كده، لكن الحمد لله احنا برضه جهزنا نفسنا بشكل كويس، ونتمنى ان احنا نأدي مباراه تليق بسمعه النادي الاهلي، وتليق ان هي على مستوى يعني بيقولوا صوبه للقرن ما بين اوروبا وما بين افريقيا. نتمنى ان احنا فعلا نقدم مباراه تليق بهذا الاسم يعني ان شاء الله. كابتن جمال الغندور من خلال شاشة القناة الثالثة، وحضرتك النهاردة بتحكم مباراة القرن. كابتن جمال الغندور ليه تاريخه في كرة القدم، لكن بدون شك هذه المباراة ليها وقفة مع الكابتن جمال الغندور وتاريخه في دنيا كرة القدم. والله بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هي مباراة تاريخية ومباراة كبيرة، وأنا سعيد باختياري لتحكيم المباراة ديت. يمكن مثل هذه المباريات الناس بتفتكرها 30 و40 سنه قدام. احنا لغايه دلوقتي بنتكلم عن ماتشات ريال مدريد مع الاهلي والزمالك، وماتشات ويست هام مع الاهلي مع الزمالك والاهلي. فانا سعيد طبعا لاختيار المباراه دي، وان شاء الله تكون اضافه جديده لسجل او تاريخ ان شاء الله. سيذكر تاريخ كرة القدم المصرية ان الكابتن جمال الغندور حكم لريال مدريد وللنادي الاهلي نادي القرن الافريقي والاوروبي. والله الحمد لله، ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، وانا سعيد طبعا بهذا الاختيار، وبتمنى بس في النهايه ان شاء الله ان المباراه تطلع جميله ونخرج كلنا مبسوطين وفرحانين ان شاء الله. في استعداد خاص لهذه المباراه كابتن جمال ولا مباراه عاديه كاي مباراه؟ هي مباراه بتحتاج مجهود، وبتحتاج الحكم يكون دول نجوم كبار، ولازم الحكم يكون دقيق جدا في كل شيء، عشان هم كمان محترفين وعارفين كويس قوي يعني ايه مباراه ويعني ايه تحكيم في مباراه، بغض النظر برغم انها مباراه وديه، لكن انا بالنسبه لي طبعا بعتبرها مباراه زي اي مباراه ثانيه. فيجو وتلعب كرة حلوة، واوعى ده وتطلع الكرة. والله يعني فكرة كويسة جدا، وابتدى اوعى الشوطة بتاعت روبرتو كارلوس. يا صبري يا حضري،
يا عصام يا حضري، هوبا يا ماكاليلي يا ماكاليلي. لكن شوف روبرتو كارلوس عملها ازاي، وقفها في ثانيه، وقفها يا حضري يا عصام يا حضري، هوبا يا ماكاليلي. كابتن خالد مرتجي الجندي المجهول وراء هذا العمل الكبير الذي يشرف الكرة المصرية. يمكن حضرتك كنت مرافق لريال مدريد، وفعلا جندي مجهول وراء كل الاستعدادات التي تمت لهذا الفريق. من خلال اقترابك من هؤلاء النجوم، يا ترى تقدر تقول لنا ايه في القناة الثالثة عن هؤلاء النجوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا يشرفني ان انا اكون احد الناس اللي شغاله في هذا الحدث اللي انا بعتبره حدث القرن. يعني باختصار شديد، طبعا احنا بنتكلم على من اعظم فرق العالم، لو ما كانتش اعظم فرقه في العالم. نجوم على اعلى مستوى، التزام على اعلى مستوى، في حاجه اسمها مواعيد، في حاجه اسمها تنظيم، كل حاجه مفيش هفوه، يعني كل حاجه محسوبه بالورقه والقلم وبالساعه وبالثانيه. ويمكن عشان كده هم دول ناس عظام ويستاهلوا الملايين او المليارات، اللي يعني لو قياسنا بالعمله المصريه اللي هم يعني حاليا فيها. يعني انطباعهم ايه عن هذه الرحلة، وانطباعهم ايه عن مصر وعن النادي الاهلي؟ بص حضرتك، مهما وصفت لك انطباعهم ايه مش هقدر اعبر لك عن اللي جواهم. اللي شايفينه بيقول لك يعني احنا ما شفناش تنظيم زي كده في حياتنا. يعني هم دول بيلفوا العالم، مش هقول لك كم مره في السنه، لكن ما شافوش هذا التنظيم وهذا الاخراج اللي حاليا العرس الكروي اللي هم شايفينه حاليا. الحقيقه يعني الناس مبهوره بكل المقاييس. وجمل تكتيكيه ريال مدريديه، واتلعبت الكره عاليه، وعصام الحضري الضيافه والمقابله الجميله، ولمسه حلوه ومش اوفسايد. اوعى 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 سابيو، هوبا اوعى ده، اوعى ده، الحمد لله. دي قلشت من مين؟ من زيدان. كابتن حسن حمدي النجم الكبير وزير الدفاع، وكره ما فيهاش اوفسايد، وخطره تاني واحده. بقى ده كلام، بقى ده كلام، بقى ده تحكيم اوروبي. واتلعبت، يلا عصام، يلا عصام، ويطلع عصام، والدوره الركنيه، وعصام متالق النهارده لزيدان، وزيدان بيسقطها لراؤول جوزالفو. وعلى فكره بيجيب اجوانه كلها من الحاجات الطايره دي. جايب جون لسه شايفينه قريب، مش ممكن. اوعى ده، اوعى ده، روبرتو كارلوس، يا على البلياردو، يا على البلياردو، جت على اليمين. بقول لحضرتك اللعيب ما حصلش ده عندنا، ده مش ممكن. فراشة بيلدع. كان يمكن ثالث او رابع مباراه بيلعبها نادي زيدان مع نادي الهلالي، وماشي اهو، وماشي اهو. يلا علاء، واعمل الاوفر وخدها على الطاير بقى، هوبا يا ولد، يا ولد يا خالد يا بيبو. Please Vigo, what's your opinion about Ahli? What's your opinion about Egyptian football? Sorry? What's your opinion about Ahli club? What's your opinion about Egyptian football? Sorry, but I don't really know much about Egyptian football. But the people is really nice here. But that's honor for us to be here with us in I Egypt. just know Sabri. He plays in Benfica because he's playing in Portugal, nothing more. مشاهدينا الاعزاء، يمكن استطعنا من خلال شاشه القناه الثالثه والمجله الرياضيه ان ناخذ هذا اللقاء العابر مع لويس فيجو، وسالناه عن انطباعه عن كره القدم المصريه وانطباعه عن النادي الاهلي، فاجاب انه لا يعلم جيدا عن النادي الاهلي، ولكن يعلم عبد الستار صبري جيدا، ويتمنى ان تكون مباراه جيده يستمتع بها عشاق كره القدم في مصر. ان شاء الله نقدم مباراه طيبه باذن الله تشرف الكره المصريه ان شاء الله. بدون شك ان كابتن هادي خشبه كابتن النادي الاهلي، وهذه الشاره هي تتويج لرحله مع النادي الاهلي، وشرف كبير للكابتن هادي ان يكون كابتن الاهلي امام ريال مدريد. الحمد لله، هي طبعا فرقتنا كلها ان شاء الله ابطال النهارده، يقدم مباراه جيده باذن الله، وان شاء الله يعني كل الترحيب طبعا والشرف لفريق ريال مدريد، اهلا وسهلا بيه. ان شاء الله نقدم عرض طيب باذن الله للفرقتين. كابتن أسامة عرابي، أكيد أن النادي الأهلي عندما يكون نادي القرن لم يأتي هذا من فراغ، ولكنها رحلة لأجيال أعطت الكثير، وحضرتك كنت أحد الأجيال التي أعطت النادي الأهلي رحلة عمر كبيرة. إحساسك إيه النهاردة وأنت من ضمن الجهاز الفني للنادي الأهلي وبتلعبه ريال مدريد؟ هو شرف كبير لينا طبعا، مجموعة نجوم عالمية قلما تتجمع في فرقة واحدة، وكلنا نذكر مثلا من الخمسينات وبتاع لما يجي ماتش ريال مدريد والاهلي والزمالك مثلا او بنفيكا او دي علامات يعني في تاريخ كل لاعب او مدرب. كان ليا شرف قبل كده ان لعبت مثلا كاس عالم، لعبت مع منتخبات وانديه كبيره، ولكن شرف برضو ان نادي من اعرق الانديه ان يجي يشارك هنا النادي الاهلي بطوله القرن، وشرف لينا كمدربين وشرف للعيبه يعني.
هذا الحدث بيمثل ايه بالنسبه للكابتن طاهر ابو زيد وبالنسبه للنادي الاهلي؟ والله بيمثل ليا كاهلاوي قبل ما اكون مسؤول في النادي الاهلي كل السعاده والامتنان. بيمثل ليا ان ده شرف لينا ان احنا كنا من هذا الجيل اللي قدر يحقق هذا اللقب التاريخي. بقول ان دي اقل شيء يمكن ان يقدم لجمهور النادي الاهلي في مناسبه عظيمه، هو ان احنا نقدم له ريال مدريد بعظمته وبتاريخه هديه من اداره النادي الاهلي لهذا الجمهور الوافد. بدون شك ان الكابتن طاهر ابو زيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واستكمال المشوار من الملعب الى الاداره سيحسب للنادي الاهلي ولمجلس الاداره الحالي ولقرار شارك في صنع الكابتن طاهر ابو زيد ان نرى ريال مدريد في استاد القاهره. انا اعتقد ان النادي الاهلي بكل تاريخه ايضا اللي صنعها جمهور النادي الاهلي، اعتقد ان هو قادر على استجلاب كل الفرق الاوروبيه، وان النهارده دي بدايه لتواجد مثل هذه الفرق القويه. وانا في تصور ان دي مناسبه جميله ايضا في ظل ما نقول الاحباط اللي بنعيشه ككره مصريه منذ خروج منتخب مصر من تصفيات كاس العالم. اعتقد ان دي مناسبه كويسه، الحمد لله ان هي توافقت في نفس الفتره الزمنيه وهي غير مرتبه، الحمد لله انها جت في هذا التوقيت. وما شفناش كده، يمكن شفنا هنشوف ايه تغيير كده صغير حصل. مين هيلعب في النادي الاهلي؟ بيتهيألي ساندي او تشيرنو، هنشوف مع بعض. وادي روبرتو كارلوس والاوفر بتاعه وداخل عليه على طول السايب وابو المجد، ويعمل الكره بالعرض عاليه لكن بيطلعها وائل جمعه على طول وما يشوطش وترقيصه لسه الكره معاه. وهوبا عصام حضري، خرج اشرف امين للاصابه ولعب مكانه ابو المجد مصطفى. ومع بدايه الشوط الثاني نزل ساندي وايضا وخطرها اهتم بيها شويه يا راجل يا علاخ، فرصه. وكاسيلاديس وسلجادو ماكمانمان وشوف الكره وخطرها يخش التاريخ يا راجل. هوبا بدون شك مشاهدينا الاعزاء ان تاريخ النادي الاهلي وتاريخ كرة القدم المصرية سيتذكر دائما الكابتن احمد شوبير، عملاق حراسة المرمى بالنسبة للنادي الاهلي ومنتخب مصر وافريقيا. واليوم عندما نتابع هذا الحدث التاريخي بين نادي القرن النادي الاهلي الذي اعطاه الكابتن احمد شوبير الكثير وبين ريال مدريد نادي القرن الاوروبي، لابد ان يكون لدى الكابتن احمد شوبير الكثير من الخواطر حول هذا الحدث. وبنرجع لورا ونقول كابتن احمد شوبير لما الاهلي بيلعب النهارده مع ريال مدريد اكيد هناك الكثير من الاحاسيس تجيش داخل الكابتن احمد شوبير. اولا شكرا لك يا اشرف على المقدمه الجميله. بالتاكيد احاسيس جميله واحاسيس سعيده بالنهارده باحتفال النادي الاهلي بطل القرن الافريقي وبطل القرن المصري والعربي من وجهه نظري الشخصيه، لكن احاسيس جميله بتذكر هذا التاريخ وبتذكر الزملاء والمباريات والبطولات وكل الاحداث السعيده سواء الحلوه او المره. لكن رحلتنا مع المستطيل الاخضر كانت رحله جميله، رحله سعيده زميلنا فيها الكثيرين والكثيرين من اللاعبين الممتازين خلقا ولعبا وحتى من المنافسين. الواحد بيسعد النهارده ان احنا موجودين مع النادي الاهلي ومع مصر كلها
في تكريم النجوم الكبار وفي احتفال النادي الاهلي ببطولته الجميله لقب نادي القرن الافريقي. هل نقدر نقول ان مباراة النهاردة بين ريال مدريد والنادي الاهلي ليست مباراة لهذا الجيل الذي يلعب الان داخل المستطيل الاخضر، ولكنها مباراة لكل الاجيال التي اعطت للنادي الاهلي على مدار سنوات من العمر؟ بالظبط، بالتاكيد زي ما انت بتقول مباراه لكل الاجيال. يمكن وانت بتكلمني بيكرموا الكابتن فناجيلي وبيكرموا الكابتن مصطفى كامل منصور، كابتن طه اسماعيل والكابتن شربيني والكابتن توتو، النجوم الكبيره اللي عملت اسم كبير للنادي الاهلي. وجينا احنا يمكن احنا اسعد حظا لان احنا يمكن مع احترامي طبعا للجميع وتقديري ليهم ودورهم، لكن هو جيل الثمانينات وجيل التسعينات هو السبب الرئيسي في حصول النادي الاهلي على لقب بطل القرن الافريقي، والبطولات اللي اتحققت من سنه 82 مع كتوكو نهايه ب 93 مع نادي افريكا سبور بطل كوت ديفوار سنه 95 بطل كوت ديفوار. اعتقد ده بيدينا حق ان احنا نفرح، حق ان احنا نفخر بنفسنا، بيديني انا بالذات حق بالفرح والسعاده والفخر، لان الحمد لله رب العالمين اكتر واحد لعب في تاريخ النادي الاهلي مباريات في افريقيا واكتر واحد حقق بطولات، فده بيسعدني جدا ان انا اكون واحد من ضمن من سطروا او كتبوا تاريخ النادي الاهلي على مدى ال100 عام او يساهم في فوز النادي الاهلي بلقب نادي القرن. ووجود ريال مدريد النهارده بيدي المهرجان انطباع جميل، انطباع سعاده. ريال مدريد ده بطل القرن عالميا واوروبيا. ريال مدريد عنده لاعبين زي ما كلنا قرينا ب 2500 مليار جنيه مصري، يعني ميزانيات دول مش ميزانيه دوله. فانا اعتقد ان النادي الاهلي وفق تماما في هذا الافتتاح في هذا الاحتفال، ووفق تماما في انه يدعي هذا الفريق والنجم الكبير ليكون موجود لهذا الاحتفال وهذا المهرجان الضخم. بقول لحضرتك اللعيب جامد قوي، يخش يقطع على طول وغلطه اهو، لكن فرناندو هيرو بيلعبوها وحلوه وهوبا والتاني اهو والتاني اهو، يلا يا راجل يلا يا راجل من حد كان هيبقى جول زي بتاعت بالظبط روبرتو كارلوس. وتروح لعلاء عاوز يعمل حاجه وخطره وخطره، هوبا يا راجل هوبا يا راجل هوبا يا راجل يا بيبو يا بيبو، ولد يا ولد يا ولد. شادي محمد والله عامل جهد جامد قوي وجودي من اللعيبه المميزين. خلي بالنا يا افوقي من مين؟ من الفتى الذهبي الازهري. يلعب يا اهلي اهو، الجمهور اهو بيضيع جول ما يزكش. راؤول جوزاليس طبعا هو كابتن النادي الاهلي، ويلعب كره طويله تاني واحدة بس مش ممكن اتلعبت 10 على 10 هذه خسرة مش ممكن. ضرب دفاع ريال مدريد كله يضرب مش ممكن. يا دي ماكاليلي وبيلعبها على طول تاني هوبا هو انت عايزك على طول يا اوعى دي الحمد لله. ضاعت من مين مش ممكن. راؤول جوزاليس رجعها بالعرض ويضيع جول مش ممكن. يا ابيض صاروخ يلعبها يقع في الارض كده هيلحقها. وائل رياض راح مكانه ولعب مكانه اهو، وهجمه مرتده اهلاويه بالونتيا، هدف ارجنتيني. يا خساره يا وائل، نفسي كنت تجيب الجول ده. عملها ازاي هو خالد بيجو ويعدي من هيلجيرا سابق والله اهو. شوف بقى ده عنده كام سنه وده عنده كام سنه، وسيزار يضيع الجول وما زال النادي الاهلي متقدم بهدف. و8 دقايق يا اولاد، يعني في ماتش تاريخي يبقى مكسب كده. اوعى دي خطفها يا على الكوره اللي فاتت. اتخطفت ايه مش ممكن. لويس دي يا على الكوره اللي فاتت دي، على الكوره اللي فاتت دي وحلاوتها مش ممكن. لكن عصام كان معاها، كانت خطره جدا الكوره اللي فاتت. يلعبوا الكوره دي لكن يخش يقطع على طول وائل، وتترد الكوره تاني هادي وبيديله الفرصه. كانت فيها لمسه يد كده، اوعى ده لكن في عصام الحضري على طول. وروبرتو كارلوس اوعى ده
اوعى ده الحمد لله. عمل ايه بقى؟ شوف عمل ايه بقى؟ عمل كل وقت مستني وانا كمان مستني. وجي احمد عاملين ماتش النهارده فعلا يشرف التحكيم المصري حقيقي يعني. وهجمه ويلعب على طول ثانيه مصطفى عادل مصطفى ابو المجد ويلا يا راجل شوطها بقى وشوط واحده بقى كده. طبعا ابو المجد هو داخلين على الدقيقه اخر الدقيقه الثالثه ويمسك الكره ده يمسكه ده ماكاليني ويلعبها على طول ماكاليني الجوتي. خلي بالك منه ده ما يشوطش. يلا يا سمير ويلا سمير ويصفر كمان. سيادة الوزير اكيد في كلمة للتلفزيون المصري تقولها النهاردة في هذا الحدث. اقول الف مبروك لكل اسرة الرياضة المصرية في هذا اليوم التاريخي. سيادة اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، هذا الحدث حدث فعلا كبير، يا ترى حضرتك تقول ايه النهارده لجمهور الرياضة المصرية؟ والله يعني لجمهور الرياضة المصرية احنا يعني ده يوم رياضي جميل، ومفروض ان احنا مش بس اهلي، ده مصر كلها بتشجع، وارجو ان احنا نستمتع بمباراة كويسة. كابتن ابراهيم المعلم امين صندوق النادي الاهلي، اسمح لي من خلال شاشة القناة الثالثة ان نشكر النادي الاهلي على هذا العرس الرياضي الذي نستمتع به جميعا، وبدون شك هذه الفكرة لكي تكون في موقع التنفيذ كانت وراءها جهود كثيرة. الحمد لله، هي يعني بقالنا شهور ان احنا بنحاول بمناسبة فوز النادي الاهلي باسم مصر وباسم كل الاندية بلقب نادي القرن في افريقيا ان احنا نتوج هذا النصر اللي عمله اجدادنا وابائنا من 1907 لغاية النهاردة بجهد وبكفاح وبروح رياضية ومبادئ وبانتصارات، انهم فازوا ب 82 لقب مصري وعربي وافريقي وافرو اسيوي، وده رقم عالمي. كان نفسنا ان احنا نسعد كل الجماهير ونسعد كل الاجيال السابقة ان احنا نعمل احتفال على هذا المستوى. فاعظم واشهر فريق في العالم هو ريال مدريد مع فريق القرن في مصر والعرب وافريقيا النادي الاهلي، هذا العيد الرياضي الكبير اللي بيشاركنا فيه جماهير في الاستاد وجماهير في كل مكان، واحنا سعداء جدا ونرجو ان يسعد الجميع وتكون المباراة على نفس المستوى ونسعد بها، وان دي تكون نقلة لينا لمباريات اخرى واحتفالات اخرى. فاحنا كسبنا اللقب على قرن بحاله، والاحتفالات هتستمر لسنوات باذن الله. كابتن سمير كمونة من خلال القناة الثالثة والمجلة الرياضية، وانا عايز اخدك بس من جمهور النادي الاهلي اللي فرحان بيكم وفعلا شرفتوا كرة القدم المصرية. مباراة النهاردة فعلا واقفة مع تاريخ النادي الاهلي على مستوى العالم في الكورة. وطبعا بسم الله الرحمن الرحيم بشكر كل فرد ساهم في المهرجان دوت، وخصوصا اداره النادي الاهلي وجهازه. وبقول ان انتوا عملتوا انجاز كبير قوي ان انتوا تعملوا ماتش ده، صعب جدا على اي فرقه عربيه تعمل الانجاز دوت، اقامه المباراه في القاهره. تاني حاجه بقول مبروك للنادي الاهلي وجمهوره ان هو احنا النهارده بطل العالم، يعني خدناه من اسم ريال مدريد، ان احنا نستحق ان احنا نكسب النهارده بنجومه كلها، فيجو وراؤول وزيدان ومكمنه، كل الناس فول تيم. يعني الحمد لله كنت متوقع ان احنا نعمل ماتش كويس، بس بصراحه ما كنتش متوقع ان احنا هنكسب. لكن الملعب فعلا اثبت ان النادي الاهلي قادر على السيطره على المباراه، وكانت النتيجه كده فعلا. بالظبط، النادي الاهلي قادر على اي حاجه يعني في البطولات، ان احنا حرزنا 82 بطوله، فاحنا بطل القرن الافريقي، لعبنا بطل القرن الاوروبي، قدرنا ان احنا نتفوق عليه في ملعبنا وسط جمهورنا اللي وقف جنبنا 1-0. واحنا الاداء قبل النتيجه ان احنا مبسوطين قوي بالفرقه الجديده، والحمد لله بقول دي بدايه لينا للمرحله اللي جايه ان شاء الله في الدوري وبطوله افريقيا. من خلال القناه الثالثه والمجله الرياضيه، ترى تقول ايه النهارده في هذه اللحظه التاريخيه؟ بشكر قناه الثالثه طبعا كلها ان هي غطت كل الرياضه المصريه الفتره اللي فاتت والفتره الحاليه والفتره اللي جايه ان شاء الله. بقول لهم ساندونا، والاعلام كله يساندنا الفتره الجايه، ان الاعلام كان بعيد علينا قوي النادي الاهلي السنه اللي فاتت لظروف المستوى، لكن ده طبيعي. نتيجه النهارده غيرت كل اللي فات. كل الناس لازم ترجع لقواعدها، وبتقول النادي الاهلي اهو، والاهلي هو الاهلي، وكسبنا بطل العالم، والحمد لله ان شاء الله البطولات اللي جايه احسن باذن الله. اولا الحمد لله صراحه ان احنا النهارده نكسب باللقاء القرن ده، ان طبعا النادي الاهلي بطل افريقيا، نادي ريال مدريد بطل اوروبا، وانا بقول النهارده يمكن كويس ان الناس عملت اللقاء ده عشان يبقى بطل القرن. مين اللي كسب الموضوع بطل القرن؟ انا بقول ربنا انعم عليا النهارده، وانعم على زمايلي، وانعم على مصر كلها ان احنا نفوز بهذا اللقاء ونكسب المباراه ونطلع الحمد لله نتيجه 1-0. انا بقول الحمد لله. والحاجه الثانيه يمكن ربنا انعم عليا وان انا اعمل بنفس المستوى وبنفس الطريقه، ده طبعا رضا من عند ربنا سبحانه وتعالى، طبعا ثم امي وابويا ثم زوجتي واولادي. صراحه قبل المباراه انا بقول
احساس انهم كانوا متوقعين ان انا اعمل مباراه كويسه. وطبعا انا بقول الحمد لله والشكر لله. طبعا ده بيرجع بفضل وابويا انه يكونوا راضيين عليا او ربنا سبحانه وتعالى يكون راضي عليا. اظهر بنفس الطريقه دي، انا بقول الحمد لله والشكر لله. وكاسيلاديس وسيلجادو ماكمانمان يشوف الكره وخطره يخش التاريخ يا راجل. هوبا يخش يقطع على طول وغلطه اهو، لكن فرناندو هيرو بيلعبوها وحلوه وهوبا والتاني اهو والتاني اهو. يلا يا راجل يلا يا راجل احسن من حد كان هيبقى جول زي ساعه بالظبط روبرتو كارلوس. يروح لعلاء عاوز يعمل حاجه وخطره وخطره هوبا يا راجل هوبا يا راجل هوبا يا راجل يا بدون شك مشاهدينا الاعزاء، لجمهور النادي الاهلي ولجمهور كرة القدم المصرية الحق في ان يفرح فعلا، لان النادي الاهلي بعراقته، النادي الاهلي نادي القرن الافريقي، استطاع ان يكون خير سفير لكرة القدم المصرية امام ريال مدريد نادي القرن الاوروبي واحد اعظم الاندية على مستوى العالم، نادي لاعبين ملايين وملايين ومليارات الجنيهات، ولكن فعلا النادي الاهلي اثبت انه نادي القرن الافريقي.